أهلا بكم. غيب الموت الفنانة التونسية نبيهة الفرفوري المعروفة باسم صفوة عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وتوفيت الفنانة التونسية صفوة في أحد مستشفيات محافظة صفاقس جنوب العاصمة تونس. خضعت للعلاج مؤخرا بعد أن ساءت حالتها الصحية، وتعتبر الفنانة الراحلة أحد أبرز الأصوات الفنية في تونس، ولقبت بجوهرة الجنوب، وكان لها حضور وبصمة في الساحة الفنية والثقافية منذ اكتشاف موهبتها في بداية الستينات من القرن الماضي. وولدت صفوة سنة 1945، وانطلقت مسيرتها من محافظة صفاقس، حيث انضمت إلى المسرح أولا، ثم اكتشف موهبتها سنة 1961 الفنان علي حشيشة حين شاركت في عمل مسرحي غنائي. وقدمت صفوة عددا من الأغاني الناجحة، منها يلي ماشي للجزيرة التي عرفت بقيمة صوتها ولفتت أنظار الملحنين إليها. ثم قدمت عددا هاما من الأعمال، منها وطني ودبلج وحديدة والدنيا لينا والربيع جانا ونهارك فل صباح الخير وغيرها من العناوين المميزة. وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية حادة مؤخرا استوجبت نقلها للمستشفى، حيث بقيت هناك لما يقارب الشهر قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها. وزارها في المستشفى عدد من الفنانين والإعلاميين والسياسيين. وكرمت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة صفوة قبل أيام من وفاتها. وبرحيل الفنانة صفوة تفقد الساحة الغنائية التونسية واحدة من الأصوات المميزة التي تركت بصمتها على المشهد الثقافي والفني في العقود الأخيرة. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.